بعد كده قال لك منيا ولا لا بلاش منيا عشان منيا الناس كلهم كويسين وبتاع. قال لك ايه المحطه ولا ما اعرفش ايه، صدى CNN البلد، هم دول اللي نقلوا البتاع. وكان لازم زي ما قلت لك كله بيخلص طاره وعلى كل حاجه، ولازم يستغل الموضوع. فالمخبر وابو تريكه اللي عنده طار مع ابو تريكه ويقول له تعالى هنا، يلا تعالى تعالى، ده انت ارهابي واتحطيت على قوائم الارهاب. اخبار الكابتن هيثم فاروق ايه؟ ارجوه انه يرجع، والكابتن ابو تريكه يروح بقى حته تانية، يروح يقعد في لبنان ولا يروح يقعد في المالديف. يعني يسيب قطر. ابو تريكه النهارده لازم ياخد قرار. ابو تريكه ما يورينا بقى، يا هو بيدعم الارهاب يا هو مع بلده. لو كان هو بيحب بقى بلده وبيتكلمنا بقى على المصريه والعروه والحاجات دي. قطر النهارده بالنسبه لك انت النهارده على المحك. انا بقول لابو تريكه اهو، اليوم انت على المحك، موقفك صعب جدا. خد قرار ان انت بتسيب هذه الدوله ورايح عيش في دوله اخرى وارجع مصر. انا بقول لك ارجع، بلدك اولى بيك، احسن من انك تقعد مع نظام ارهابي. احنا عارفين ان انت بتدعم وكل الكلام ده، ولكن انا بوجه لك رساله في حق هذا الشهر الفضيل. وبحق هذا الشهر الفضيل، لو ابو تريكه ارهابي اللي محطوط على قوائم الارهاب الرسميه ونزل في جدل الرسميه، تبقى قطر ارهابيه. عشان تعرف ان الاتهامات دي متفبركه. كاتب سعودي كان طلع على قناه مصريه، مفيش يعني، وقال ان مفيش اي دليل على اتهامات الاعلام المصري.